داما والكازاخستاني محمدوف الزهل. بداية المنافسة 6 دقائق كما قلت على فترتين، 3 دقائق في كل جولة و30 ثانية فقط من الراحة بين الجولتين، وأخذ التعليمات من المدربين لإصلاح ما يمكن إصلاحه في الجولة الثانية. صفر من النقاط لكل مصارع إلى حد الآن. Oban жана Kaspi KZ жаңы уникалдуу сервис. Эми Moy.o аркылуу Kaspi KZ'ге телефон номери боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Moy.o аркылуу Kaspi QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Kaspi KZ аркылуу QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Moy.o же Kaspi KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Moy.o Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. طبعا في رياضة المصارعة الجريكو رومانية فما يعني يوجد وضعيتين أساسيتين عند المنافسة والمواجهة. يعني الوضعية الأولى هي المصارعة بالوقوف، وقت عندما يكون اللاعبان يتواجهان ويعني يتصارعان في وضعية الوقوف، وهذه الوضعية التي تشاهدونها أمامكم هي الوضع الأرضي. يعني عندما يكون أحد اللاعبين على الأرض بسبب عقوبة، المصارع العلوي يسمح له بمحاولة التقريب أو الجسر أو الرمية الدائرية. نقطة أولى للمصارع، وأكيد تتتالى النقاط للمصارع الكازاخستاني. يعني عملية الوضع الأرضي كانت ناجحة في هذه الحالة للمصارع الكازاخستاني محمدوف أكخزول. 7-0 ودقيقة على نهاية الفترة الأولى أو الجولة الأولى. ربما على التونسي أخذ بعض التعليمات باعتبار وأنه متأخر في النتيجة. وربما هو للإصلاح، يعني هو كرجيزي المصارع وليس كازاخستاني كما قلت. وطبعا قلت الكرجيزي متفوق قبل 15 ثانية من نهاية الجولة الأولى. في انتظار قرار الحكم. 8 نقاط ونقطة إضافية للكرجيزي محمدوف. ولحظات لاسترجاع الأنفاس يحبذها المصارعون في مثل هذه الوضعيات باعتبار
الجهد البدني الكبير. فلحظات مثل هذه تكون مفيدة لاسترجاع الأنفاس. في انتظار طبعا يعني الفيديو تشالنج وقرار الحكم النهائي. نعود معكم في هذه الجولة الثانية، وسحب نقطة بعد التثبت من الفار أو الفيديو تشالنج. سحب نقطة من الكرجيزي 7-0، وأقل من 3 دقائق للمصارع التونسي سامي سلامة من أجل العودة. مهمة تبدو صعبة، ولكن في المصارعة يعني ممكن في لحظات قصيرة تحقق نقاط كثيرة. محاولة دائما. هنا نشاهد يعني الأسبقية بكل صراحة من خلال المحاولات للمصارع الكرجيزي، ونهاية المباراة بالنقاط. فوز مستحق بصراحة للمصارع الكرجيزي.